باش نحكيو كيما حكيت في بداية الحصة على موضوع يهم بلدية جربة اللي تعتزم مشروع في عملية الإحصاء العام للعقارات. لهنا كانت احتجت جمعية المعاطين على العمل بجربة على الحكاية هذه، واللي طالبوا بإدراج أصحاب الشهادة العليا المعاطلين بطبيعة يعطوهم الأولوية في عملية الإحصاء. يحضر بحذنا في الاستوديو سي عادل بوقربة اللي هو رئيس جمعية المعاطلين على العمل بجربة. صباح النور سي عادل، مرحبا بك معنا في الاستوديو. صباح الخير أختي وصباح الخير بكل مستمعين وليس أفهم. نشكركم على الدعوة هذه لتوضيح الأمر. ولا هذيك وش نحبوا احنا سي عادل نوضحوا الامر. انتم كنتوا احتجيتوا طلبتوا انه تكون فما الاولويه للمعاطلين على العمل بجربه فيما يخص عمليه الاحصاء اللي باش تقام اثناء للعقارات، واللي فهمنا من الحكايه انه لهنا بلديه جربه باش تستعمل الاعوان نتاعها. شنو هي الحكايه بالضبط سي عادل؟ الحكايه بالضبط احنا سمعنا بها في اخر وقت، معناها رب صدفه معناها كانت هي باش توضح الحكايه هذه الكل، انه صارت اشكاليات داخل اعوان البلديات حول شكون يمشي وشكون ما يمشيش، شكون يقع ادراجه في القائمه هذه وشكون ما يقعش ادراجه، لانه فيها منحه ما يقارب مليون لمده 3 أشهر. الاعوان هم اصلا موظفين دوله، معناها يخلصوا شهريه ونزيدوهم منحه، يزيدوهم مليون للناس بالضبط للناس باش تشارك في العمليه هذه. كي صارت العملية هذه وقع معنا أحد الأعوان اتصل ببعض الجمعيات ووضح الحكاية. خذينا المنشور، وهو منشور عدد 4 بتاريخ 11 فبراير 2016، وعملنا عليه طلع من وزير الشؤون المحلية للسادة الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية، يدعوهم إلى ضبط المتطلبات العامة لإنجاز الإحصاء العام للعقارات. كي شفناه وتبعناه الكل، شفنا معنا ثم جزء باش تقوم به الإدارة وأوبليغاسيون باش تقوم به الإدارة لأن هي المسؤولة، لكن ثم الجزء اللي كنا نتمنوا أنه الوزارة والوزير هذا يأخذ بعين الاعتبار الناس البطالة الموجودين في المناطق هذه، بإعطائهم إمكانية القيام بالتعداد الميداني، معنا باش تخرج عوان وباش تقع معنا إحصاء العقارات الموجودة المبنية وغير المبنية والمساحات الموجودة في مناطق البلديات. وهذه ساعات نوضحوا حاجة أخرى، معناتها كي يصير كل عام معناتها ينتدبوا العوان نتاعها، معناتها يقوموا بالعملية العوان نتاع البلدية. هو يصير كل 10 سنوات، هو 10. سابقا كانت نعرفوا كيفاش كان يتخدم وكيفاش بالطريقه اللي تخدم فيها، معناتها تخدم حتى في القهاوي في المكاتب من غير ما نكون نعمل احصاء، وانا نخدم في البلديه ونعرف فلان وفلان وفلان ونعرف داره، نقيد وناخذ المال. انا لو كانت تتعمل من غير منحه والله نسكت نورمال هذا، لانه ثم في نوع من اهدار المال، نعطي لمن يستحق لمن لا يستحق ما لا يحق له. انا اليوم نعطيه انا هو مش باش يخدم ونعرف مش باش يخدم، خاطر حتى البروسيدور نتاع الخدمه انه طالبينه باش يخدم ما بعد الوقت، وهذا من المستحيلات السبعه. احنا كنا عندنا تجربه في الاحصاء العام للسكان، وشاركنا كجمعيات الكل وكمعاطلين الكل، وكانت العمليه معناها فريمون شاقه وفيها تاثير والكل. اليوم نعاودوا، والاكثر من هذا والاخطر من هذا انه اغلب البلديات نتاع المنطقه نتاعنا لهنا خاصه على مستوى جربه، بعد ما حدثنا مع رؤساء النيابات الخصوصيه سواء ممثله في معناها في شخص المعتمد او من ينوبه، اكد انه ثم ضعف الزاد البشري، معناها بلديات ناقص زاد بشري، ناقص خدامه بطبيعتها. واليوم نزيد انا نخرج نعطيكم مثال بار اكزومبل، امس في بلديه تجيم نورمالمون اليوم كانت باش تصير فورماسيون، اليوم مطالبه بلديه تجيم ب 13 عون اللي هي ما عندهاش 13 عون اصلا. معناها لو كان اليوم باش تصير فورماسيون كانت باش تصير اليوم وتاجلت اليوم الاربعاء، معناها كي باش تصير العمليه التكوين معناها البلديه باش تصبح فارغه، ما نمشي نطلع مضمون ما نلقى حتى حد، ما نمشي معناها هنا فريمون مانيش عارف انا الوزير هذا كيفاش خمم وكيفاش نسق وكيفاش حضر للامور هذه، ويعرف اللي انه البلديات كلها معناها تشكو من نقص في الزاد البشري، ومام طون معناها عندي نقص في الزاد البشري، عندي ناس موظفين تخدم نعطيهم منحه ونخلي الاف البطاله الموجوده معناها اللي هي تقبل حتى بالخدمه هذه لمده معينه على الاقل تفتح له باب رزق وقتي. وحنا نحكوا في سياساتنا الوطنيه الحمله الوطنيه للتشغيل والكل، معناها هنا ثم جروند كونتراديكسيون ما بين ما هو ساير وما هو مصرح به وما هو واقع. واتصلنا نهار الجمعه بالسيد المعتمد نتاع حومه السوق وطلبنا منه جلسه مستعجله، وكان متفهم للوضعيه وفهمنا قال بالحق معناها الاشكاليه اشكاليه كبيره ياسر، وثم حتى معناها طريقة تقسيم الأدوار داخل البلديات وباش تشكل له نقص كبير سواء في فترة التكوين وخاصة في فترة الإنجاز. معناها 3 أشهر إنجاز ميداني، معناها ثم أعوان باش تخرج، ثم شكون بيخرج في الوقت، ثم شكون يخرج بعد الوقت، معناها فريمون العملية باش تشكل معناها. وإحنا باش نكونوا إن شاء الله بالمرصاد، إحنا باش نتحركوا
على مستوى جهوي وبدينا حتى على مستوى وطني، واتصلنا بالعديد من النواب الكل مش باتصال مباشر لكن بدي ميساج بريفي مش عارف قراهم ولا ما قراهمش، على خاطر هنا معناها المشكله هي مشكله منشور الوزير، معناها العركه الكبيره كما نقول فيها مع هرم السلطه، مش يعني فيما يخص المعتمد لهنا تفاعل المعتمد تفاعل وكان مشكله ولا شنو كان المعتمد تفاعل وكان من الاجدر ومن الاحسن انه فتح باب الاجتهاد للسلطات المحليه باش تجيب الاعوان من خارج الاطار، لانه الاطار الموجود في البلديات ما ينجمش يوفق ما بين العمل اليومي وما بين عمليه الاحصاء هذه. كان وخاصه انه الخبره موجوده في عمليه الاحصاء السابقه نتاع السكان والسكنه، حتى فتره التكوين باش تكون اقصر وبتكون اسهل، وعندنا الامكانيات وعندنا التعرف حتى الميداني للمواقع الكل من البلاد، خاطر ما عندهاش 2014 ما عندهاش مده كبيره والاعوان كلها موجودين والى يومنا هذا هم معطلين. معناها كانت بالامكانيه انه التنسيق ما بين المعهد الاحصاء ووزاره الشؤون المحليه لإعادة استعمال الأعوان هذا. هو حتى العدد معناتها اللي باش يقوموا بالعملية الإحصاء هذه اللي باش ياخذوهم من الأعوان معناتها من البلدية، نتصور مش كافي هيك ولا؟ العدد مش كافي. العدد إذا نشوفوا احنا معتمدية الجيم، أنا بلدية الجيم باش ياخذوا ما يقارب 13، هم مطالبين ب 15 نعاون، وفروا في حدود 13، وآخر ما سمعت إنه باش يمشوا كان 9 بركة، خاطر ما ثماش العدد الكافي، لانه احنا ضغطنا قلنا حتى على مستوى رئيس النيابه الخصوصيه الممثل السيد معتمد دجيم، قلنا له لا سبيل انه نلقوا الاداره فارغه، واحنا اليوم ثم شكون توجه باش يشوف اذا معناها باش معناها حتى عن طريق عدل المنفذ باش نقيموا اذا اليوم مشينا ما نلقيناش مضمون ولا حاجه باش نستخرجوا، خاطر كانت العمليه باش تصير اليوم. وعلاش تم تاجيلها؟ تاجيلها السبب هذا باش تكون فما فورماسيون هي اليوم كانت اليوم باش تكون ثم فورماسيون للعوان نتاع بلديه جيم في معتمديه ميدون، وباش يتحولوا العدد هذا 9 عوان تقريبا او حدود 13 عون، معناها باش تبقى البلديه فارغه، معناها تمشي للمصحف باش تاخذ مضمون ولا تطلع ورقه ما تلقى حتى التعريف بالامضاء ما تلقاش شكون يقوم بذلك. هي بطبيعتها البلديه هي بلديه تشكو من نقص معناتها، ونفس الحكايه بالنسبه ونفس الحكايه بالنسبه لبلديه حومه السوق وبلديه ميدون في حدود 30 عون. تصور انت بلديه حومه السوق نخرج منها 30 عون باش يعمل فورماسيون ولا باش يعمل تعداد، شنو باش يبقى باش يسير الشؤون الاداريه اليوميه ومعناها الكل. انا حتى مش عارف انا معناها ومع عدم استعمال عمال الحظائر حسب المنشور ينص فيه، معناها ما بيبقى حد باش يسير وهنا ثم دور الرؤساء وكتاب البلديات انه نورمالمون كانوا عملوا مراسله مباشره من لجان المنشور هذا للسيد المسؤول، يقول له راهو انت باش تاثر على العمل اليومي للبلديات. هنا تحس ثم ضعف اداء لبعض الكتاب، يقول لك انا اختار راسي واضرب، ما يهمنيش جاء المنشور نطبقوا حرفيا وما يهمنيش مهما كانت الظروف، ومن بعد خلي نشوف رده الفعل ان المجتمع تحرك ولا ضد هذا القرار الكل. واليوم حبينا نحن في اتصال بالولايه باش نحاولوا نعملوا جلسه مع الوالي، نزيد نستفسروا شنو الحكايه، ان شاء الله نوصلوا باش نعملوا جلسه ممكن احتمال ممكن وقتاش برمجتوا مع الوالي باش تكون فما جلسه؟ مازال التنسيق مازال جاري على مستوى الولايه، وكان التنسيق امس ولامس خاصه على مستوى كل الجمعيات. انا اعلنت اليوم على اعلان حمله اسمها البطاله حق بالمنيول سياده الوزير. نطلب من كل الجمعيات اللي معنا عندها صفه بحق التشغيل الدفاع عن البطاله الكل ان تتبنى الموضوع هذا لفضح هذه السياسات اللي بالحق معناها سياسات. نشوف انا اليوم غريب امر حكامنا، معناها نعطي لمن لا حاجه له ونحرم من هو من يبحث عن مورد رزق. اليوم انا مليون كي نحسب انا اليوم على مستوى جربه بركه 30 في ميدون و30 في حومه السوق و15 في انا 45 مليون 45 مليون هذا على مستوى جربه. كي نضربهم على مستوى وطني نشوف قداش معناها كميه الاموال المرصوده معناها بالمليارات. كان من الاحق انه نعطيها على الاقل هذا الالاف المعطلين اللي موجودين في البلاد، على الاقل يدفعوا، على الاقل يكون مورد اكثر منه. والا هي فرصه كما حكيت، هي فرصه لمده معينه باش فرصه للشباب معناتها للشباب البطال، ونعرفوا بنسبه كبيره وكما قلت انت بمبلغ معناتها باهي هذا يعاون، واللي عندهم زاد فكره كما حكيت انت على الاحصاء وعندهم معناتها فكره باهيه على الموضوع هذه الكل، ويخرجهم حتى من ستريس ويعطيهم حتى امل في معناها في مستقبل افضل. يعني اعطيني سي عادل قديش تقريبا معناتها العدد اذا كان باش ينتدبوا معناتها من الجمعيات ولا معطين على العمل ككل قديش يوصل العدد هكاكا؟ والله احنا نامل، احنا مش باش نهزوا الكل كما يقولوا، اما بعد ما نحو جماعه الاطارات المسؤوله والكل هذه في صوره ما تم الغاء معناتها الاعوان اللي باش يشاركوا في عمليه الاحصاء من البلديه. والله حسب رايي انا تو اللي نشوف فيه الامر صعيب ياسر، انه العمليه راهي باش تتم صعيب، اما على الاقل لازمنا نحتجوا على هالفساد. انا الهدف نتاعي مش انه تو باش اما انه على الاقل المره الجايه اعرف تقول انت تو صارت معناتها ما عادش صعب التراجع الا اللهم ثم باب الاجتهاد.
اذا كان تحرك على مستوى الولايه وكان منشور معناها لازم يمشي منشور من السيد الوالي مدنين الى السيد رئيس الحكومه باش يفتح معناها امكانيه اللجوء الى خارج اعوان. هي ثم الامكانيه في بعض الحالات، مثلا على مستوى حومه السوق مطالبين باضافه 5 اعوان من خارج البلديه، وفي ميدون كيف مطالبين باضافه 5 اعوان من خارج اعوان البلديه. معناها احنا كنا على الاقل كنا نكون نامل انه الجزء الاكبر من اللي باش يقوموا بالتعداد الميداني اللي ما عندوش صفه بالاداره ديريكت انه يكون من خارج اعوان الاطار، على الاقل يعطي الامل. معناها في حدود نقولوا 10 على كل بلديه، معناها في حدود 30 واحد على الاقل كي نضربوهم على كامل مستوى وطني، معناها يكون العدد باهي كما كان ايامات الاحصاء تاع احصاء السكان 2014. وشنو المشكله بالضبط سي عادل؟ عاود احكي لي فيما يخص الاجتماع اللي كان مقرر مع الوالي الجهه. والله الاجتماع احنا مازال ما قررناش الاجتماع، خاطر الوالي مازال ما اتصلناش به. احنا تو في امل الاتصال به في الساعات القادمه، وان شاء الله نبرمجوا جلسه مع العشيه نزيدوا نوضحوا الحكايه ونحاولوا نوصلوهم ونشوفوا موقفه بالضبط على المستوى الجهوي. وثماش امكانيه الاتصال بالسيد الوزير الشؤون المحليه الجديد هذا، نشوفوا ثماش امكانيه تراجع او اعطاء جزء معين من الاعوان للعاطلين على العمل. واذا كان صار العكس مثلا تجاوب من الوالي او مع الوزير، شنو باش تعملوا بالضبط؟ اذا كان صار العكس واللي نتوقع انه هكاوش باش يصير، باش نواصلوا احنا في الحمله نتاعنا المليون البطاله حق بالمليون سيد الوزير، وممتون باش نراقبوا البلديات، باش نحتاجوا امام البلديات في كل لحظه نلاحظوا فيها ضعف الاداء البلدي او غياب الاعوان او معناها كل ما يمس بالشان العمل اليومي للبلديات، لانه هذا من الواعظ الوطني نتاعنا انه ما يجيش، مش ممكن انسان يخلص ويبدا غايب وبيقوم مهمه اخرى ويزيد ياخذ عليها منحه. هنا بالحق معناها قضيه اهدار مال العام وسوء تصرف في اموال الدوله، ولازم يراجعوا وما مطون باش نراقبوهم حتى طريقه، حتى كان مشاو في العمل خارج اوقات العمل، معنا باش يقوموا بمهمه خارج العمل، باش نكونوا عين سهره ونراقبوا هالاعوان هذيك كيفاش قاعده تخدم، وباش نبعثوا تقارير ونرفعوها. هو جوستومون انتم فتحتوه الموضوع هذا هكاك باش تولي توا مراقبه معناتها الاعوان هذوما كيفاش معناتها وممتون هما اعوان ويخدموا في البلديه نتاعهم، ونعرفوا النقص معناتها في الزاد البشري في البلديات ككل. هي ماهيش معناتها منحصره في جزيره جربه فقط، والا في مكان في اغلب البلديات في مختلف مناطق الجمهوريه. دونك تولي كما قلت فما مشكله هنا باش يخلق معناتها ضعف معناتها في التواصل مع المواطن، واللي المواطن ديما يشكي من معناتها حكايه البلديه وتواصلهم مع الناس معناتها والخدمه نتاعهم ككل. باهي سي عادل باش نخلي لك كلمه الختام. هنا نجم ندخل حتى في موضوع اهم واشمل، وينها الحياديه والشفافيه. اذا انا بيجيني اليوم عون بلديه هو محسوب على البلديه باش يقيم لي العقار نتاعي، نورمالمون يكون كطرف ثالث محايد هو اللي يقيم، هو يكون الانترميدير ما بين السلطه المحليه وما بين السيد. إن مثلا يمشي ان طرف مثالث اللي يكون ممكن معطل حسب الفورماسيون نتاعو باش يقيم العقار نتاعو المساحه نتاعو الكل ويعطيه للبلديه اللي هي عندها اصلا لي باز دو دوني. والمواطن اذا باش يعترض على طرف محايد، ما يعترضش على انسان عون في البلديه اللي هو يعرف اصلا لي باز دوني، نعرف انا الدار هيك قداش مساحتها كل شيء، ونعاود نعيدها معناها كاني نعمل كوبي كولي للمعلومات اللي كانت عندي اصلا. معناها نجم نطلعوا حتى في مصداقيه والعمل هذا اللي باش تقوم به البلديات حسب المنشور هذا نتاع وزير المال. ختاما نرجو انهم يتراجعوا او على الاقل يحاولوا يصلحوا ما يمكن اصلاحه. وممتون احنا الهدف نتاعنا هو معنا مزيد اعطاء الامل للناس المعطلين وعمليه تشغيل، ونرفع رساله على سلطه انه راهو الحل الامني اللي ماشي فيه الدوله اليوم راهو ماهوش هو الحل باش يوجه كل الاحتجاجات الاجتماعيه. راهو نرجعوا لنفس الحكايه، نرجعوا للطاوله، نرجعوا للتعقل، نرجعوا للحوار، نرجعوا للمسؤوليه، ونرجعوا لواقعنا ونعرفوا كيفاش نقيموا الوضع الموجود. وشكرا. باهي سي عادل باش نبقاو في تواصل اكيد فيما يخص الموضوع هذايا، وسيرتو مع تواصلكم فيما يخص الحمله اللي كنتوا اطلقتوها البطال الحق بالمليون فيما يخص الشروع في عمليه الاحصاء هذه العامه للعقارات اللي كنتوا احتجيتوا على انه البلديه اللي هنا استعملت عوانها عوض اعطاء الفرصه لشباب المعاطلين. واول من كان احتجوا فيما يخص الموضوع هذه جمعيه المعاطلين على العمل بجربه اللي طلبتوا بادراج اصحاب الشهائد المعاطلين على العمل بجربه في برنامج الاحصاء العام للعقارات بالبلديات باش تكون متابعه للموضوع هذايا، خاصه فيما يخص معناتها رده فعل الوالي كيف اذا كان فما معناتها تجاوب من
معتمد، يعني اذا كان خرجوا بحل جذري على الاقل يعني فيما يخص المشكل هذا، خاصه وانتم معناتها مصرين على انه باش تواصلوا الحمله نتاعكم هذه وطلباتكم فيما يخص المشكل هذا. شكرا لك سي عادل بوقربه اللي هو رئيس جمعيه المعطين على العمل بجربه. نبقاو في تواصل، واكيد هو حتى باش نفتحوا اكثر الموضوع هذايا، خاصه معناتها اذا كان بيكون بحضور معناتها الوالي الجهه والوزير ونحكيوا باكثر تفاصيل فيما يخص الموضوع هذا. شكرا لك سي عادل مره على حضورك معنا.